أنا هدى. بدات القصة ديالي فاش كان في عمري 7 سنين. تقدروا تقولوا هاد السن اللي بديت كنميز فيه وبديت كنفهم فيه اشنو اللي واقع، حيت قبلها ما كنتش كنعرف الحاجة الخايبة من الزوينة. الحاجة اللي كنت كنشوفها هي أن أمي ديما كانت باكية وبا ديما كان كيغوت، ديما الدار ديالنا كانت متوترة، ديما الغواز، ما كاينش الراحة بالمرة. هاد القصة اللي كنعاود لكم قديمة شوية، يعني ما تتوقعوش راها يلا جديدة ولا يلا وقعات. قصتي فيها بزاف د الأحداث، أنا متأكدة غادي تصدمكم كيف ما صدماتني. في هاد العمر ديال 7 سنين بديت كنفهم علاش الغوات ديال امي وبا ديما في الدار، وبديت كنستوعب اش واقع. بالحق في هاد العمر ما كنت قادرة ندير والو. في النهاية كنبقى بنت صغيرة لا حول ولا قوة لي، يعني ما في يدي ما نعمل. حتى تقريبا وصل عمري ل9 سنين. ديك الساعة وقعت شي حاجة اللي عمري كنت نتوقع توقع، ولا عمره أصلا جا في بالي أنه يوقع لي داك الشي. من كثرة ما كان الوضع ديالنا خايف في الدار، ومن كثرة المعاملة الخايبة اللي كانوا كيعاملوني بها، خصوصا أني كنت الوحيدة عندهم. كنت البنت الوحيدة، ولكن عمري ما حسيت معاهم بالحب أو أنهم كيبغيوني. كنت ديما مكروهة من جهتهم. كنت ديما كنسمع من عند أمي بعدي من قدامي، أنا ما حاملاش نشوف فيه. والوالد ديالي فاش كيعيا من الغواز والتغوبيش في وجهي كتجي مرحلة الضرب. كيضربني ماشي مرة ماشي جوج، وديما قول. وواخا هكاك ما كنتش متوقع هادشي يوقع. في ديك العمر بالذات ديال 9 سنين، كنت في الرابع ابتدائي ديك الوقيته. فاش كنت في هاد العمر ديال 9 سنين ناض غواز كبير ما بين امي وبا، ولكن هاد المره زاد على الحد ديالو. حيت في داك النهار بدا الوالد ديالي كيتهم امي انها جابتني من الحرام. اه كيف ما كتسمعوا، انها جابتني من الحرام. في ذاك النهار قلت صافي، هاد النهار الاخر ليا، غادي نموت ما بين يدين، يا سوا امي يا سوا با. حيت في ديك اللحظة با كان جاري من يدي بالجهد وكيلوحني جهة امي، كيقول لي سيري سوليها من اين مصيبة جابتك، سيري تاكدي شكون باك الحقيقي، راه ماشي انا. هادشي اللي كنقول لكم، امي راها جالسه حدانا كتغوت عليه وكتعاير حتى هي، وكتقول له بزاف عليك ما توصلنيش بزاف حتى نكون جايباها من الحرام. ماشي انا اللي نمشي فيك الطريق، عييت صابره عليك وعلى الهضره ديالك وعلى المعيار ديالك. كيرجع هو يجاوبها، علاش مني هي بنتي، علاش ما رجعتيش حملتي من بعد، علاش من بعد هاد الولده ما رجعتيش ولدتي، اكيد اذا نسى هادي ماشي بنتي. وسط هادشي كامل وانا بنت في عمرها 9 سنين جالسه بيناتهم ما فاهمه والو، وعلاش هادشي وقع. ولهاد اللحظه ما عرفتش امي كيفاش فكات راسها منه، حيت جالي هنيشان عيني خارجين وناوي يصفيها ليها. ما كان عليها غير تخرج تغوت وتجري برا بلا فولار بلا جلابه، ودخلت عند الجيران. ديك الساعه هزوها وداوها عند باها اللي هو جدي من امي. وللاسف بقيت بوحدي مع با، ما عارفاش اش يقدر يدير ليا في ديك اللحظه وهو في دوك الاعصاب. ما تخيلوش كيف كنت خفت بزاف. دخلت للطواليت نيشان وسديت عليا، حيت حالته اكيد ما كانتش طبيعيه. راه نوصف لكم حتى نعيا ما نقدرش نوصف لكم كيفاش كان وكيفاش كانت درجه الغليان ديالو ديك الوقيته. ما دازتش حتى ساعه المكانه كامله حتى جاو خوالي كاملين، هجموا على دارنا ودخلوا عند الوالد، هلكوا عصا واحد يمدو للثاني، ما خلاو فيه غير اللي نساو. ومن فوق هادشي ما تسوق ليا انا حتى واحد، خلاوني معاهم مشاو. عييت نطلب فمي، عافاك خديني معاك حتى انا، عافاك امي. والو ما بغاتش، حيت ديك الساعه كانت جايه باش تاخذ حوايجها اللي في الدار، ولكن والو ما بغاتش، خلاتني ومشات. ولديك الوقيته كنت مازال خايفه من بعد داك الضرب والتهراس كامل اللي داروا لبا. داز تقريبا واحد ساعتين المكانه، كانوا ديك الساعه خوالي مشاو وكان سمي معاهم حتى هي. ناض معصب، لقاني غير انا قدامه، برد فيا كاع داكشي اللي داروا ليه. وما وقفش هادشي غير عند الضرب اللي كليت، لا، جرني من شعري بالجهد وركبني الطوموبيل وداني وصلني حتى لدار خوالي اللي فيها امي، ورماني قدام الباب. قال لي سيري عندها، سيري سولي امك منين جابتك، انا ماشي باك وعمري نكون باك وعمرك تكوني بنتي. واش فين ما كانت شي مصيبه غادي تجي وترميها عليا وتقولي بنتك. بقى هاد الجمله في ودنيا بحال غير البارح قالها لي. ما نكذبش عليكم، حالتي كان يعلم بها غير الله، ما عارفاش شنو غيوقع لي من بعد. حيت مي بيدها ما كانتش كتحملني، وحتى المعامله ديالها في الدار ما كانش زوينه، وحتى فاش رغبت نمشي معاها ما بغاتنيش نجي معاها. اذا شنو غتقول مني تلقاني حداها؟ ودابا انا قدام الباب ديال الدار، يا ربي شنو غيوقع لي من بعد. المهم دقيت الباب، بقيت كندوق مده عاد فتحولي، فتح لي واحد في خوالي دخلني للدار. مع دخلت بقيت جالسه غير كنبكي وكنوري لهم باللي راني مضروبه ومقاصحه بزاف، وبغيت نبقى مع امي ما بغيتش نرجع عند با. وانا مازال كنرغب فيهم، جاوبني جدي، لا سيري في حالك،
سيري عند باك، امك ما بغاتكش. بقيت كنرغب ونتوسل، والو، حتى واحد ما بغاني نبقى عنده. واحد الوقيته كنلقى شعري كيتشد بالجهد وكيجروني على برا. وشكون اللي كان كيشد فيه؟ امي. امي اللي ولداتني، جراتني من شعري وخرجاتني على برا، جراني وكارداني مع الارض، وكتقول لي انتي سبابي، انتي سباب المشاكل كاملين، من نهار ولدتك ما شفت الربح. تخيلوا نتوما الصعوبه ديال هادشي اللي عشت. بنتي يلاه عندها 9 سنين، مرميه قدام الباب في الشارع، حتى واحد ما باغيها. انا ما درت والو، اش ذنبي؟ هما اللي ولدوني، هما اللي جابوني لهاد الدنيا، ومن بعد انا نولي انا اللي غلطه؟ بقيت تالفه، ما عارفه اش ندير. شنو، نمشي لدار با اللي عند جدي؟ اكيد با غادي يعرف الخبار وغادي يجي مورايا تما. امي ما بغاتنيش، يا ربي فين نمشي وفين نجي؟ حالتي كتشفي، اللي داز حدو كيشوفني وكيقول لا حول ولا قوه الا بالله ويمشي ويخليني. بقيت هكاك واحد المده، صح لقيته جا واحد خالي، زرع الله في قلبه الرحمه، وجا عندي وداني عند دار جدي. قال لي غير زيدي، باك ما غاديش يكون سما، نطلبوه ونشوفوا واش يشدك، هو غيتهلا فيك حسن من هادو. مع وصلنا دقينا الباب، تفتح الباب، شكون اللي غيفتحو؟ با. با اللي يلاه شديت منه قتله ديال العصا هو اللي كيفتح ليا باب جدي. كان مشى عندهم باش يتشكى، يقول لي راه جايبه ليا بنت من الحرام. خالي مسكين مع شافهم هرب، ما قدرش يواجههم، وفي نفس الوقت ما كان عنده كيفاش يدير لي، حيت هو كان ساكن مع جدي اللي هو ديال الوالده، يعني ما كانش غيبغيوني ندخل عندهم. داكشي علاش كان خاصو يخليني ويمشي. انا صافي مع شفت با تما فشلت، اش غندير؟ يا ربي غير يسالي لي هاد النهار خلاص. مع شافني با رجع كيضرب فيا، علاش جيتي؟ يا قلت لك ما تتبعينيش، انتي غير بنت الحرام، سيري عند امك. ونفس الموال اللي قال لي في الاول. تخيلوا انني طحت في الارض وجلس كيعفط عليا برجليه، ماشي مره ماشي جوج كيديرها لي. شويه بان ليا جدي ديال الوالد ديالي جاي. مع بدا جاي ما عرفتش الجهد اللي عطاني الله، مشيت جريت دغيا عنده وكنعنق فيه وكنبكي. وكان مسكين هو اللي لقيت فيه الرحمه ديك المره، هو اللي عتقني من يدي نبا. بدا با جاي عنده، دفعو بكسافو ودخلنا للدار. ولكن واخا هكاك بقيت منبوذه، حيت لا با ولا عماتي ولا جده حتى واحد ما بغاني، حيت با كان سبقهم وعمر لي مراسهم وقال لهم بلي راني بنت الحرام وبلي ماما خانته مع شي واحد. كان جدي بوحدو مسكين اللي كيقول كلمه زوينه فيا، كان الوحيد اللي حسيت بيه حنين معايا. ولكن للاسف كان راجل كبير ما كانش يقدر عليهم وانا بوحدي معاه. خاصم على با وعايرو، قال ليه ماشي سوقك، الا كانت بنت الحرام انا غندير فيها خير وانا اللي غادي نربيها. وجرح لبا على برا، قالوا اخر مره تدخل هاد الدار واخر مره تنزل يدك على هاد البنيته. وجدي مازال كيغوز عليه، با تا هو ما ساكتش، مازال كيقول كلمته، كيقول له كيفاش نربي بنت الحرام، هذه بنت الحرام وماشي بنتي، وماشي فين ما كانت بنت الحرام نجي نربيها بفلوسي. صافي هي هذيك، خرج بهذيك الوقيته. ولكن واخا هكاك ما تفكيتش من الهضره والنقير، حيت بقاو عماتي وجده كيضغطوا على جدي باش يخرجني برا، كيقولوا لي اسمح كلمه ولدك، حيت كون ما كانتش بنت الحرام ما كانتش امها حتى هي غتسمح فيها وتلوحها. وكل مره كانت جده كتبغي تشدني من يدي وتبغي تخرجني، ولكن جدي كيمنحها، غوت عليهم كاملين وداني معاه واحد البيت وخلاني. مسكين مازال كنعقل على هضرته لدابا، قال لي جلسي يا بنتي حدايا. انا بصح ما بقاش عندي صحه وما غنقدرش عليهم وما غنقدرش نهزك بوحدي، ولكن اكيد غادي نلقى لك شي حل باش يفوتوك هاد جوج بيهم، وهما الخسرانين هما اللي سمحوا فيك. هي هذيك صلى فيا جدي مسكين وحضني ودارني كثر من بنته، ماشي غير حفيدته. خلاني معاه في واحد البيت ما كيخلي لا عماتي ولا جدي يقربوا مني، مسكين بيدو يجيب الماكله ويعطيني. واخا كانوا ما حاملينيش بالحق ما عندهم ما يديروا، جدي كانت تبارك الله عنده الهبه ديالو، ما كيخلي حتى واحد يوصل لجهتي. وحتى الوالد ديالي من لقى جدي كيحامي عليا وما كيخلي حتى واحد يجي لجهتي، صافي حتى هو ميك عليا، ما بقاش كيجي لديك الدار. خلاصة القول وليت يتيمه من جهه امي وبا، ما بقى حتى واحد فيهم كيسول فيا من غير جدي مسكين، فيه با وفيه امي وفيه اختي وفيهم كل شيء. وهكا بقيت عايشه مع جدي مسكين، وواخا هكاك كنت ديما مخبعه، خايفه شي نهار نتلاقى الوالد ويعطيني شي كلخه ديال العصا عاوتاني، لحمي ما بقاش قادر على العصا. تخيلوا انا الجامع هو الاخر، كان جدي مسكين كيمشي يصلي كان يديني معاه، كنبقى نتسنى حتى تيسالي ونجي انا وياه، كيخاف لعماتي يضربوني في الدار. القرايه ما بقيتش رجعت ليها بحكم ان جدي كان بعيد شويه على المدارس، وصعيب انه يبقى يديني 4 المرات يديني ويجيبني،
وما نقدرش في نفس الوقت نمشي بوحدي. بقيت هكاك مع جدي حتى لواحد النهار جا عنده واحد جارو ساكن حدانا، قال له باللي كاينه واحد السيده في المدينه كتقلب على شي بنيته تونسها في الدار، وانت صاحبي ما غاديش تدوم لهاد البنت ديما، ما تعرف شكون السابق، شي نهار تمشي وتخليها، خاص البنت تولف تعيش بحدها، خاصها تبدا تعول على راسها وتخدم وتشوف المدينه. ديك الساعه فاش جا عنده هاد السيد كان في عمري 15 عام. بديت كنفهم مزيان وشنو اللي واقع وشنو اللي طاري بالضبط. فاش هضر معايا جدي في الموضوع ما قلتش له لا وما عارضتش، قلت له صافي يا جدي، اللي بغيتيها هي اللي غتكون، حيت واخا ما كانش يوافق هو كنت انا غادي نقول له نمشي، حيت كنت كنشوفو ديما هو كيبكي حدايا. جدي مسكين مني كان كيدعي ربي باش يرتاح صافي ويديه عنده، ولا كيطلب ربي يزيد له في الايام غير باش يبقى معايا، حيت خايف عليا وخايف نبقى بوحدي وتلا بيا الايام ما نلقى لا حنين لا رحيم. هي هاديك. جدي جاوب داك السيد وقال له قول له واخا. صافي عيط داك النهار على الوالد وقالها له، قال له راه البنت غادي نصيفطها، بالحق ما تسوقش ليا، عنده زايد ناقص، بحال مشيت بحال ما مشيتش. وكيفاش لا، وهو هاد المده كامله وانا مع جدي وعمره ما جا سول عليا او قال توحشت بنتي او اعترف بيا، حيت مازال لحد الان كيقول بلي انا ماشي بنته. وهادشي بطبيعه الحال اللي كنسمع يوميا من عند عماتي وجده. صافي جات ديك السيده وداتني معاها، انا عاقله بحال اليوم. قالت لجدي غادي نبقى نعطيه 46 الف ريال في الشهر وما عندهاش يشقى لي كتير، انا محتاجه بها غير تونسني في الدار وتعمر عليا، حيت ساكنه بوحدي، راه ما كنفيق حتى ل 11 12، ما عندها ما دير ليا. جدي مسكين ما قال ليها لا قلال لا كتار، حدو كان كيوصي ويعاود غير باش نكون مرتاحه، غير باش تهلا فيا وديرني بحال بنتها. قال ليها ولا جاب الله مت عافاك ما تسمحيش فيها، ردي ليها البال حتى تزوج ودير وليداتها، ها هي امانه عندك. بالحق شكون اللي كيعرف بحق الامانه في هاد الزمان؟ قليل بزاف. راه الام اللي هي ام وما عقلتش على بنتها، الاب اللي هو الاب وتبرى من بنته، عاد غادي ندير الثقه انا في البراني؟ صعيب بزاف. الغد ديال داك النهار مشيت مع السيده، سلمت على جدي بالدموع والبكا، ما سخيتش بيه وحتى هو ما سخاش بيا مسكين، وما كنتش عارفه واش نقدر نشوفه من بعد ولا لا. مشينا لعند السيده للدار بيضا، تبارك الله السيده ما كانش ناقصها الخير، ساكنه في دار قدا خد الخلا، غير بحدها، الدار متوله، فين ما حطيتي الحاجه كتبقى، يعني ما كاينش اللي كيوسخ ولا كيرون شي حاجه. المهم لحد الان كانت الامور مزيانه، والسيده حلاوه لسانها غالبه عليها. وصلنا خرجنا تقدينا داكشي اللي خاص، قدات لي شي حويجات، المهم لحد الان كلشي ماشي مزيان. واخا ضرني قلبي على جدي اللي خليته مسكين، حيت هو اللي كان ليا في الدنيا، ولكن قلت معليش، فكرت بعقلي، حيت غادي يجي واحد النهار وغادي يخليني، حسن نعول على راسي من دابا. المهم النهار الاول دازت الامور عاديه بخير. الغد ليه مع فقنا في الصباح سولاتني، قالت لي واش كتعرفي ديري شويه المسمان وشويه الحرشه، حيت جايين عندي شي ضياف وخاصهم يفطروا معايا. قلت لي لا حفصه كنعرف، حيت هاد المده اللي كنت ساكنه عند جدي كنت تقريبا انا اللي كنشقى في الدار وانا اللي كنطيب لعماتي. وفعلا مع دخلت الكوزينه وبديت كنعجن وكنوجد، دخلت عندي وشافت داكشي وعجبها الحال، قالت لي وصافي مزيان تبارك الله عليك، وانا راه من غير الخلصه ديالك راه غنبقى مره ندور معاك، راه حيت كيجيو عندي الضياف مره وكيعجبني نتهلا فيهم، وقد ما انت كتعاونيني قد ما انا كنتهلا فيك. ما نكذبش عليكم، فرحت وعجبني الحال، قلت الحمد لله، اخيرا ربي بغى ييسر لي حياتي وتمشي مزيان. وفعلا داكشي اللي كان، جاو عندها شي بنات تبارك الله عليهم، من الشوفه كتبان لاباس عليهم، بنات زوينين ومهليين في روسهم. ما دوزوش مع السيده حتى ساعتين المكانه حتى تبعوهم شي رجال. بالحق منين وفنين الاصل ديالهم ما عرفتش، فيهم واحد جوج رجال كيهضروا بالمغربي بحالنا بالدارجه، بالحق معاهم شي وحدين اخرين كتسمع من فمهم ديك يا هلا يا مرحبا، هادشي غير كلمات صغار التقطتهم، حيت انا اغلب الوقت كنت في الكوزينه، حيت قبل ما يجيو الضياف جوج شي سربايه هما اللي غيتكلفوا يسربيوهم. قالت لي وجدي غير ديك الحلوى والمسمن وديك الحريشات، ووري السربايه اللي محتاجين شي حاجه او بغا يقلبوا على بلاصه شي حاجه، اما تقريبا الماكله ديال الغدا كلها جات طيبه من على برا، ما وجدنا والو في الدار. مع وصل وقت الغدا بدا التريتور كيوجد مع السربايه باش يمشيو يعطيو الناس يتغداو. ديك الساعه جات عندي السيده عمرت لي واحد الطبسيل تبارك الله فيه الدجاج فيه البسطيله، وقالت لي ماكلتك باش تغداي. بيني وبينكم عجبني الحال، حيت جات زوين منها انها تفكرني. واش غادي نقول لكم على طياب وعلى ماكله،
تبارك الله داكشي كيشهي قبل ما تبداي تاكلي فيه، اما المذاق ديالو خلاص كيحمق. حيت انا داكشي عمري ما شفتو حتى بعينيا، عاد ناكلو. ولحد الان مازال ما عرفت السيده فاش خدامه، حيت تبارك الله هادشي اللي وجدو باين عليه غالي بزاف. وحتى الناس اللي جاو مع راسي كنقول باينه شخصيات مهمه. في العشيه قبل ما نعسو عطاتني تليفونها باش نصوني لجدي نسول فيه ونسول كيف بقى. تما الناس هنيتو عليا وبقيت كنعاودلو، قلتلو الحمد لله السيده مكبره بيا ودايراني بحال بنتها. ومن هضرتو حسيت بيه حتى هو مسكين ارتاح وعجبو الحال. المهم دازت سيمانه من بعد هاد العراضه، سال واحد النهار وهي تقول لي في الصباح وجدي راسك راه العشيه غادي نخرجو نتغداو، حيت بعد غدا ان شاء الله جايين عندي شي ضياف مهمين وخاصنا ضروري نتغداو قبل ونوجدو قبل باش ما نزاحموش في الوقت وتكون الامور كلها مقاده، حيت ولا بد خاصهم يرضاو على الوضع ويعجبهم الحال معانا. المهم كيف قلت لكم خرجنا انا وياها بالطوموبيل، تبارك الله كانت عندها واحد مولاتي الحديده كتحمق. خرجنا مشينا لسيبر مارشي، تقدينا داكشي اللي خاصنا كله وتقول جبنا السوق كامل، حيت تبارك الله كتقدى بالحرارم. حتى عند الجزاره ومالين الدجاج اولا مالين الحوت ما تحتاجش بالمره تنزل، كتهضر معاهم غير من شارج من الطوموبيل يوجدوا ليها السخره ينزلوها ليها في الكوف، تدور معاهم بزياده ونزيدوا في حالنا. كيف قلت لكم باين الخير عليها تبارك الله، وباينه عندها شي خدمه اللي زوينه اللي تشد منها فلوس صحيحه. المهم جبنا التقديه كامله، الدجاج، اللحم، النوع ديال الحوت، الديسير هو الاخر اللي عمري ما شفتو ولا كليتو جبناه. هي هذيك مع وصلنا للدار صورت لواحد السيده موالفه كطيب ليها، قالت لي انتيا غير عاونيها وديك الساعه فاش توجد الماكله بقى تحطيها لينا فوق الطبله. راه المراه تبارك الله عليها كتعرف طيب الدجاج البسطيله كلشي، انتي غير عاونيها وصافي. وحنا جالسين كنستفوا في داكشي في الثلاجه والخضره في بلاصتها والتقديه ديال الحانوت في بلاصتها، بدات كتوريني كتقول لي هاد الحوت غادي نصايبوه بسيطيلات وهذا غادي نصايبوه دجاج. المهم بدات كتوريني كل حاجه ولاش كتصلح غير باش ناخذ فكره وصافي، حيت قالت لي دوك الناس اللي كيبقاو يجيو عندي كل مره كتعجبهم الماكله ديال المغرب، داكشي علاش كنجيب هاد السيده كطيب لهم غير داكشي المغربي بالضبط. هي هذيك النهار اللي كانوا جايين عندنا الضياف جات السيده اللي صونات عليها بكري تبارك الله عليها، صبحت مبكره جات دخلتني الكوزينه حيت موالفه ديما كتجي عند السيده. كانت لاله حفصه حتى باقا ما فاقت من النعاس، جات فتحت ليها الباب دخلتها، مع دخلات دارت طابليه وسط منها تحزمات ودخلت للشقه نيشان. هي كتقاد قدامها وانا كنعاونها ديري هادي رقدي هادي غسلي لي هادي. المهم بقينا من هنا لهنا لهنا حتى سالينا داكشي بقى لينا غير نطيبوه. ديك الساعه قلنا سيقربوا يجيو عاد ندخلوا داكشي للفران. ايوا قبل ما يجيو الضياف بواحد ساعه المكانه مشات السيده تقادات لبسات خلاص مشات عند الكوافوره صايبت شعرها قادت الحاله مزيان، هي اصلا ديما مغليه في راسها ولكن فاش كيكونوا جايين الضياف كتزيد تهلا كثر وكثر. جات عندي لبيتي وراتني واحد الكسوه كانت خداتها لي، قالت لي هذه هي اللي تلبسي اليوم وهذه باش تسربينا، وها كيفاش بغيتي تجمعي شعرك وديري هاد الميكاب خفيف. المهم حسيت بها كتعاملني بحال شي بنته، داكشي اللي دارتو لراسها دارتو لي حتى انا. مشيت خرجت انا نيت فتحت عليهم الباب، كانوا جوج مغاربه ومعاهم ثلاثه لابسين داك اللباس ديال السعوديه. بيني وبينكم انا كنقول ديال السعوديه، بالحق اين بلاصه بالضبط ما عرفتش، حيت الفكره اللي عندي واللي كنت كنعرف ان كاع دوك الناس اللي كيلبسوا داك اللباس ديك الرزه اللي الفوق وديك الفوقيه البيضاء الطويله كلهم سواعده، ما كنفرقش ما بين هذا من الامارات هذا من ابو ظبي هذا منين وهذا منين. مع وصلوا دخلتوني شال للصالون بين ما هبطت السيده، سبقت لهم في الاول اتاي ودوك الحلاوي وداكشي اللي وجدنا. جات السيده سلمت عليهم، ها اللي كتسلم عليه من الوجه ها اللي كتمد له غير يدها. المهم كل واحد وكيفاش كتعامل معاه، ولكن فيهم واحد الواحد كان كبير عليهم شويه كتعاملوا معامله خاصه بحال تقول هو زايد قيمه عليهم او زايد اهميه عليهم. وصلت وقت الغدا مشيت كنقاد ليهم في الطبله وتبارك الله ما تخافوش عليا زينتها كيف ما قالت لي السيده وحطيت داكشي كيف ما كان خاصو يتحط، غير من الشوفه ديالها كتبان كتشاهي. وانا واقفه كنتسنى واش يحتاجوا شي حاجه او السيده تبغيني نجيب ليها شي حاجه اخرى. قالت لهم السيده يلا يا شيوخ نوضوا حان وقت الماكله. تما زدت تاكدت انهم من ديك الجويه ديال السعوديه اولا من النواحي ديالها، حيت اللي كنعرف غير دوك الجويه بحدهم اللي كيقولوا الشيخ ولا الشيوخ. كلشي هو هذاك لحد الان سالاو الماكله مشاو للصالون عاود مازال كيجمعوا كيضحكوا والضحك كيتسمع لا برا.
مشيت أنا لديك الطبلة ديال الماكلة، جمعت داك الروينة اللي كاملة اللي كانت، دخلت الماء على الكوزينة، بديت كنغسل فيهم وكنجمع شوية، حيت السيدة من بعد ما طيبات ووجدات لنا الماكلة جات مولات الدار عطاتها شي بركة وعطاتها شوية الماكلة ومشات فحالها. بقيت غير أنا يعني بوحدي خاصني نغسل داكشي كامل اللي كاين. بالحق ماشي مشكل، السيدة ما كانش كتحكر عليا، كنشقى شوية ونرتاح شوية ونمسح شوية، المهم ساليت الروينة كاملة. حتى لواحد اللحظة غادية ليهم بقراعية الماء جدادين للصالون كيف ما وصاتني السيدة، باش كل مرة ومرة نبدل ليهم القراعين. لقيتهم ديك الساعة صافي ناضوا، وقفوا وغاديين باغيين يمشيو فحالهم. هي هاديك كان خاصني ضروري نوصل لهم حتى للباب، واللي عنده شي حاجة معلقها حدا الباب نمدها ليه ونفتح لهم الباب حتى يخرجوا. وهما حدا الباب خارجين، جا عندي داك السيد الكبير اللي كانت كتقول له لاله حفصة الشيخ، قرب حتى لحدايا ومد ليا واحد البركة في يدي. انا بديك الهيبه اللي شفت فيهم وديك الاناقه ودوك الروايح اللي كيعطحطوا من جديد، بحال اللي خفت، بحال اللي حشمت ناخذ من عنده. حتى شفت لاله حفصه كتشوف فيا وكتلمح ليا غير من تحت عينيها باش ناخذ، بحال اللي كتقول لي خودي ما تقوليش لولا. شديت داكشي درتو في يدي وما عرفتش شحال اولا القيمه ديالو، حتى خرجوا سدينا الباب. وحنا داخلين الصالون حاطات لاله حفصه يدها فوق كتافي بحال راهي معنقاني وقالت لي واش فخبارك باللي الناس اللي كانوا عندنا عجبتيهم وعجبهم الشقه ديالك والسخره ديالك وبنتي ليهم بنت مسيوله وعارفه اش كديري، وداكشي علاش دوروا معاك، وكوني متاكده وقت ما جاو وخدمتي نفس الخدمه اكيد غادي يدوروا معاك، حيت هما ناس سخيين بزاف والفلوس ماشي في قلبهم، وكيعجبهم بنادم اللي زويون وكيخدم مزيان وداخل سوق راسو. ديك الساعه فسحت يدي وقلت ليها اللي عطاوني، جينا نشوفوا لقيناها تقريبا 1200 مغربيه. عجبني الحال، قلت الحمد لله يا ربي، ربي كيعوضني على داكشي اللي داز عليا والمعاناه اللي عانيت في صغري. المهم هي هذيك هكاك داز داك النهار مع الضياف. الغد لي في الصباح مع فطرنا خديت من لاله حفصه التليفون وقلت لها بتوحش جدي وبغيت نصوني ليه نسول فيه. والصدمه مسكين مني لقيتو راه مريض وعيان وشاد الفراش. قال لي يا بنتي يلاه كنت بغيت نصوني لك، ما كرهت تجي غير نشوفك ونسلم عليك، ما عرفناش شكون السابق. بقى فيا الحال وبكيت بزاف حيت هو اللي كان عندي، هو اللي كان كيحن فيا وبقيت فيه. شافتني لاله حفصه هكاك قالت لي صافي ما تبكيش، نوضي عليك تلبسي دابا شويه نوصلك حتى لعندو. وفعلا كانت قد كلمتها، هزات الطونوبيل مسكينه ومشينا. وحنا غاديين في الطريق قلبي كان مقبوض عليا، من جهه بغيت نشوف جدي ونسلم عليه، ومن جهه اخرى خايفه لا نتلاقى با ويهلكني عصاه من جديد. وداك الشنيت اللي كان مع قربنا للدار ديال جدي كيبان لي غير بكا ونواح قدام الباب. وقفنا كنسولو، تما كانت الصدمه، جدي مسكين الحبيب توفى قبل ما نوصل عنده وقبل ما نسلم عليه او نشوفه. بقيت مصدومه، بقيت كنبكي، ما عرفتش شنو اللي وقع لي في ديك اللحظه. سولاتني السيده باش ندخلو، قلت ليها فين غندخلو وعند من غندخلو، با اللي ما بغانيش ولا عائلتي اللي كانوا كيجريو عليا ما بقى ليا فين ندخل. صافي غير يراه نرجعو فحالنا، الا بغيتيني مازال نكون معاك ومازال نعاونك في شغل الدار غير رجعيني عندك، انا ما بقى ليا حد في هاد الدنيا. حيت بحال والو ندخل دابا اما نشد هلكه ديال العصا واما يجفوا بيا الارض كيف موالفين. وداكشي اللي كان، مشى الحبيب جدي اللي كان عندي في هاد الدنيا، ورجعنا انا ولاله حفصه للدار بيضا. ديك السيمانه كامله دازت عليا كحله زحله، غير البكا، كل ما تفكرتو كنبكي وعمري نساه لدابا، عمري نسى خيرو، حيت هو اللي حن فيا ودارني كثر من بنته. الاخر السيمانه كتجي عندي لاله حفصه قالت لي بركه عليك من هاد التقريقه، واجي نقول لك واحد الخبر غادي تفرحك بزاف. هادشي اللي غادي نقول لك اي وحده تتمناه واي وحده تحسدك عليه. اللي بغيت نقول لك باللي الشيخ اللي جا عندنا ديك المره راه عجبتيه بزاف وحماق على التاويل ديالك والشقه ديالك، وراه قال لي بغا يديك معاه للسعوديه باش تكوني مساعده معاه في الدار. راه واخا انت ما كتعرفيش طيبي، راه قلت له الطيب راه كتبارك الله عليه كطيب، ماشي مشكل. هاد الفتره قبل ما تمشي تعلمي لا بغيتي تمشي، هو تما راه بدارو بمراسو بالوالده ديالو بوليداتو، يعني غتمشي غتونسيهم وتعاونيهم وتوري لهم الماكله المغربيه. راه بغاك تما غير تمشي تونسي مراتو وتعاونيها في الشقه ومنها تعلميها الماكله المغربيه، حيت راه عائلته كامله بحالو كيبغيو الماكله المغربيه وكيحماقوا عليها. وعلى السمعه الزوينه ديال المغربيات داكشي علاش كيبغيو يديو هنا مغربيات يخدموا معاهم. وملا ما تخافي راه ما كاين لا شقه بزاف لا تماره، ما غتغسلي معن ما غتخملي،
غادي تكلفي غير بالسخرة وبالطياب. وباش نزيدك واحد الحاجة، راه الثمن اللي كتاخدي عندي هنا راه غيعطيوه لك مدوبل ومثلث، راه ما يسحابلكش غادي تخدمي بنفس الثمن. هما تما راه كيتهلاو بزاف البنات اللي كيخدموا عندهم، من غير التدويرات، من غير الشهر، من غير كلشي. راه الا شافوك بنت معقوله وخدامه على راسك وطرونكي غيوصلوا لك حتى المليون. سولتها انا وقلت لها اويلي مليون بزاف، علاش هاد الثمن كامل؟ جاوبتني وقالت لي يا الهبيله، واش يسحاب لك خلاص ديالهم هو خلاص ديالنا؟ راه تبارك الله الناس لاباس عليهم والفلوس كاع ما كيتحاسبوا فيها. قالت لي سمعي يا بنتي، الا كنتي باغا تمشي وباغا ديري لاباس، راه هذه هي الفرصه ديالك، راه ما تلقايش بحالها. وعاد زيدي جدك اللي كان مكالي عليك الله يرحمه ويوسع عليه، يعني بقيتي بوحدك في هاد الدنيا. وحتى انا يا بنتي ما نعرف فاش نبقى هنا ديما اولا نخرج على برا، راك عارفاني ديما كنسافر ديما كنجول، نقدرش مره نمشي لشي بلاصه بعيده وخاصك فين تكوني، راه ما عندك حد في هاد الدنيا. انا غير كنصحك لوجه الله، هاد الفرصه اي وحده تتمناها، ولو كنت في بلاصتك ما غاديش نضيعها. والسيده بالطبع قالت هادشي انطلاقا من داكشي اللي كنت عاودت ليها، حيت نهار جابتني من عند جدي كنت عاودت ليها كلشي واش داز عليا بالضبط، وعارفه باللي الشخص اللي كان عندي اللي هو جدي الله يرحمه ويوسع عليه ما بقى عندي حد من غيره. هو بالفعل من بعد هاد الهضره كامله اللي قالت لي وهاد الاقناع كامل اللي قنعتني، ما كانش عندي حل اخر من غير نقول وافقت، وانا فرحانه، حيت قلت مع بالي هذا هو الخيار المناسب ليا، هكا باش نقدر نعيش ونعيش راسي، حيت ما كاينش اللي غيهزني. وفي البلاصه جاوبتها وقلت لها واخا لاله حفصه، اللي بغيتي انا معاك، صافي هضري مع السيد وقولي لي انا موافقه نمشي معاهم. هي هذيك قالت لي دابا غيبقى عندنا مشكل واحد، خاصك تصايبي لاكارت ناسيونال ديالك، وخاصني واحد الموافقه ديال الاب ديالك ولا الام ديالك. وحيت هي عارفه ظروفي قالت لي صافي ما تهزي هم، ما تخمي والو، انا غنمشي معاك حتى لعند باك ونقول له يعطيك الموافقه. وداكشي اللي كان، مشات معايا سافرنا لدار الوالد ديالي، جمعنا الوراق صايبنا لاكارت ناسيونال وسنا لي هبه على ديك الورقه، حيت اصلا ما عندوش مشكل، سوا مشيت سوا بقيت في كل الحالات ما غيستقبلني في دارو، ما غيحضرني، ما غيديرني بنتو. بركه انه سنين ما شافنيش، ومني شافني تعنيقه هي الاخرى ما عنقنيش بحال اللي عمري كنت بنتو. وراه فعلا ماشي بنتو، انا بنت ديك المره اللي خانتو مع راجل اخر وجابتني ليه باش يربيني هو بحال با، حيت هادشي اللي كان كيقول هو وهادشي اللي في المخيله ديالو. وهي هذيك، المهم طلعت الكارت ناسيونال، قديت الباسبور ديالي، سنيت على ديك الورقه اللي قالت لي من الوالد، والامور لحد الان كلها مزيانه كلها بخير. قدينا دوك الوريقات، سالينا امورنا تما، رجعنا للدار البيضاء، باش ديك الساعه بقات غير مهمه السيد اللي بغى يديني معاه خاصو يطلع لي الوراق ديال الفيزا. مع وصلنا للدار قالت لي السيده بدلي عليك ويلا نخرجوا، خاصنا نتقداو لك شي فاليزه وشي حويجات اللي ديهم معاك، ما خاصكش تمشي ناقصاك شي حاجه. ما نكذبش عليكم، في ديك اللحظه فرحت بزاف، حيت قليل اللي يتفكرك ويتفكرك في ادق التفاصيل بحال هادي. يعني بانت لي ديك السيده بحال شي كنز عطاه لي الله، فاهماني في كل شيء وباغيه لي الخير في كل شيء وراضيه لي البال لكل شيء، وانا ما عارفاش بلي هاد الفرحه كامله وهاد الاهتمام كامل غادي يرجع بمأساة من بعد، وغادي ندم على النهار اللي تقت فيها والنهار اللي امنتها على حياتي والمستقبل ديالي. هي هذيك من بعد ما خرجنا وتقدينا داكشي اللي خاصني كله، مشينا تقهوينا في واحد القهوه. ديك الساعه تلاقينا بداك السيد المغربي اللي كان جا معاهم العراضه، من بعد ما سلمنا على بعضياتنا بقى كيقول لي تستاهلي كل خير بنتي، تستاهلي. وانا فرحت لك بزاف، اي وحده تتمنى في بلاصتك هاد الخدمه، وانا فرحت لي جات فيك انت ماشي وحده اخرى. مني كنت كنسمع هاد الهضره كنت كنزيد نفرح، وليت كنقول الحمد لله يا ربي اللي لاقاني بهاد الناس وحطني في طريقهم. صافي من بعد هادشي داز واحد 15 يوم، ديك الساعه قالت لي السيده راه بقات لك يومين صافي وغادي تمشي، غير وجدي راسك بيبان الجنه تفتحوا ليك، وعمرك ما ترجعي تذوقي الفقر من جديد، وعمر عائلتك ما غادي تظلمك من جديد. فرحت بزاف، ونيت اكثر حاجه كانت كتفرحني اني ما نعاودش نتلاقى بشي واحد من عائلتي، من الناس اللي ظلموني وحقروني وانا ما دايره والو، ما نعاودش نتلاقى الناس اللي تخلاو عليا وانا في عمري 9 سنين، لاحوني للزنقه لاحني للرحيم. وداز 15 يوم فرا مشات عين، وجا داك النهار، النهار اللي غتبدل فيه حياتي، النهار اللي غادي نقول فيه يا ربي كون غير ما تخلاش عليا با، يا ربي كون غير ما لاحتنيش امي للزنقه، او لا كون غير خلاوني معاهم وشبعوا فيا عصا، ماشي مشكل نصبر لكل شيء، غير ما نجيش لهاد الشيء. هي هذيك وجدت حوايجي، قاديت باليزتي، ودازو مورايا عند لاله حفصه، تما ركبت معاهم في الطوموبيل ومشينا مجموعين للمطار. مع وصلنا للمطار وتحركات الطياره، حمدت الله وشكرته، قلت الحمد لله يا ربي،
ربي عوضني خير على كاع الايام الكحله اللي دازت عليا. الحمد لله يا ربي، حمدتك وشكرتك. المعامله زوينه، الاهتمام كاين، ما قصروش من جهتي. الطريق كامله والامور غاده مزيانه، ما كاين حتى حاجه اللي كتقول راه الامور خايبه. نزلنا في المطار، استقبلنا واحد بالطوموبيل ديالو، باين عليه الشيفور ديالهم. وصلنا حتى للدار اللي حنا غادي ليها. مع تفتح الباب الاولاني، اش غادي نقول لكم، راه تبارك الله ماشي قصر، ولكن راه قد الدرب تقريبا اللي كنت ساكنه فيه. الا جينا حسبناها بالجرده والبيسينه اللي فيها، راه حي على كملو. راه خاصك تضرب واحد المسافه بالطوموبيل غير باش توصل ما بين الباب الاخراني والباب ديال الفيلا الاصلي. نزلت من الطوموبيل، دخل لي داك المغربي اللي كان معنا الباليزه ديالي حتى لباب البيت، وقال لي هاك يا اختي، هذا هو البيت اللي قالوا لي نعطيك. بقيت كنشوف فيه وانا ما متاكداش، كنقول له واش هذا هو البيت ديالي، واش متاكد؟ قال لي اختي، مرحبا بك، هما راه كيتهلاو في الناس ديالهم. ولكن الحاجه اللي ثارت الانتباه ديالي ان لقينا الفيلا خاويه، ما فيها حتى واحد. فاش سولته قال لي راهم ما كاينينش هاد الفتره، مشاو لواحد المناسبه، واحد السيمانه ورجعوا. قلت ايوا صافي فيها خير، يقدر غير السفر ديالي جا في نفس الوقيته اللي هما معروضين، وكان خاصهم ضروري يمشيو. قال لي المهم اختي، هانتي دخلي بدلي حوايجك ودوشي عليك وارتاحي، غدا ان شاء الله غيجيو مول الدار يوريك شنو خاصك تبقاي ديري. وانا بحال الحمقى نسيق الهضره اللي كيقول فيها المغربي ولد بلادي. وعلاش لا، راه ولد بلادي يا حسره، علاش ما نسيقوش؟ مسيقه الناس اللي جابوني. ومشيت جالسه كندوش لي وكنرتاح، زعما راه السما صافيه والدنيا هانيه. هي هذيك مع داك العيا ديال الصفر، طاح الدوده، ما عقلت على راسي حتى الصباح. فقت على الدقان ديال داك السيد المغربي، قال لي راه رسلني عند داك الشيخ، قال لي هزي فطري وفي العشيه وجدي راسك، راه جايين عندنا شي ضياف. انا قلت مع بالي يقدر شي ناس من العائله هما اللي جايين، وحيت موالين الدار ما كاينينش خاصني انا نتكلف ونوجد ليهم شي ياكلوا. سولته اش خاصني نوجد، ما جاوبنيش. حدو قال لي راه قال لك غير وجدي راسك، عشيه جايين شي ضياف. ما قالوش ليا بالضبط شنو خاصك طيبي، وما وصاوني على والو. جاتني غريبه، كيفاش يرسلوا واحد يقولوا لي وجدي راسك وانا ما عارفاش حتى شنو خاصني نطيب. فكرت باش ندير شي حاجه من راسي. بالحق فاش دخلت الكوزينه ما لقيتش داكشي اللي خاصني، وهما النهار كامل ما جا حتى واحد الفيلا. اذا باش غادي نعرف انا شنو خاصني نطيب؟ داكشي علاش ما درت والو، وتسنيت حتى يجيو يقولوا لي اش كاين. بقيت جالسه هكاك في ديك الفيلا الخاويه حتى العشيه، كنسمع شي صوات داخلين. فاش خرجت كنطل، لقيتهم 4 الرجال، فيهم داك المغربي وداك الشيخ اللي عرفتني عليه السيده، واللي هو في الاصل اللي جابني، وواحد 2 رجال اخرين. دخلونيش نتمدوا في الصاله بحال تقول موالفين يدخلوا ليها، اولا مداصرين على الشيخ. المهم دخلوا كل واحد تمد في جهه. الشيخ بدا كيعيط ليا، مشيت عنده سولته، نعم سيدي اش حب الخاطر؟ قال لي عرفتي البيت اللي انت ناعسه فيه، شوفي المجار الفوقاني غتلقاي شي حوايج، سيري لبسي شي لبسه من دوك اللبسات واجي عندنا. ومع انا فاش دخلت البيت ما رديتش البال للمجوره، حدي مع داك العيا مشيت دوشت ونعس. مشيت فتحته، كنلقى شي حوايج لا علاقه بداكشي اللي جا في بالي. انا قلت غادي نلقى شي لبسه ديال الخدمه، شي بيجامه ولا شي طابليه، المهم باش نبقى نشقى. ولكن لقيت شي حوايج ما عندكش الحق تسميهم حوايج، حيت ما فيهم ما يتلبس، مقطعين. خاصك تكون شي وحده بنت زنقه باش تقدري تلبسيهم، اولا غير يجي في بالك تقيسيهم. مشيت رجعت عندهم في البلاصه، قلت له سيدي دوك الحوايج راه ما يصلاحوش لي، ماشي ديال الخدمه. ما حسيت بهم حتى بداو كيضحكوا كاملين، كيفاش ماشي ديال الخدمه؟ وين خدمه علاش كتهضري؟ جا عندي داك المغربي بينو بينو، هو يجرني القنت وقال لي سيري، قال لك لبسي، سيري لبسي دوك الحوايج. قلت له ولكن كيفاش غادي ندير؟ واش عرفتي الحوايج كيف دايرين اللي قال لي خاصك تلبسي؟ راه كلهم مبادلين مقطعين، ما فيهم ما يتلبس، كلهم عريانين. قال لي ما تبقايش تناقشي في الموضوع بزاف، قالوا لك لبسي خاصك تلبسي، وهما عارفين شنو حاطين تما وعارفين شنو بغاو يلبسوك. ديك الساعه مشى عند الشيخ وقال له راه ما بغاتش تلبس، قالها له باللغه ديالو. زادو شافوا بعضياتهم وبداو كيضحكوا، واللي فهمت من الهضره اللي بداو كيقولوا انها بزز منها غادي تلبس، وخاصني ندير هذاك الشيء اللي بغاو. ديك الساعه قال الشيخ للرجال اللي كانوا معاه، ما بغاش تلبس هادوك، خلي حتى هادو ما تلبسهمش، حيدوا ليها حتى هادو باش تربى تقول لا. ناضوا دوك الرجال ومعاهم داك المغربي، جروني ووصلوني حتى لقدام الشيخ، وهو الله يكثر خيره ما قصرش، قطع دوك الحوايج كاملين من فوقي، خلاني كيف ما ولدتني امي. وبدا كيخدم خدمته وانا كنبكي، كنقول له واش هذه هي الخدمه اللي قلتي لي؟ يا قلتي لي غادي نجي نخدم معاك، اشنو كدير؟ عافاك لما خليني. ما بعد مني سسالة وخذا اللي بغى، ولكن بالنسبه ليا مهمتي مازال ما سالات.
حيت ديك الساعة عطى الأوامر للرجال الآخرين باش يجيو حتى هما، كيدوز ليا واحد واحد، وفي الآخر كان داك المغربي حتى هو. حتى داك المغربي جا خدا حقه مني، في ليلة وحدة دازو مني بربعة، الشيخ والمغربي والجوج الآخرين، مع كملوا الأغراض ديالهم وسالاو. دفعني برجليه، رماني قدامه، وقال داك المغربي دي هاد الكلبة لبيتها. ونيت هاد الطريقة باش وليت كنتمشى، وباش جارني داك المغربي فعلا بحال شي كلبة. وصلت تحت نيشان فوق الناموسية، ما قادرة لا نهضر ولا نتحرك، كنموت بالحريق وكلي سايلة. كنت كنبكي على دار با، صدق الضرب اللي كليت هنا عمري كليتو في حياتي. كنت كنغوت حيت امي كتغوت عليا، وكنبكي حيت كيبقى فيا الحال بالحق ديال امي ولا هاد اللي عشت فيه. صرفقوني، ضربوني، دفعوني، تعداو عليا، داو لي شرافي، ودازو عليا بربعة بيهم في ليلة وحدة. كيفاش بغيتوني نكون من بعد هادشي كله؟ كيف قلت لكم وصلني داك المغربي حتى للبيت، وهو خارج طحت له على رجليه، كنبوس فيهم وكنقول الله يرحم لك الوالدين خرجني. ماشي هادشي علاش جيت لهنا، انا جيت باش نخدم. جيت قال لي غتعاونيني في الشغل الدار، غتعاوني مراتي وامي. خسر عليا جوج كلمات: سمعي يا بنت الناس، سيري دوشي وسيري تنعسي، خروج من هنا ما كاينش، ودخل الحمام ماشي بحال خروجو. وهاد الناس ما يقدر عليهم غير اللي خلقهم، بلا ما تعاندي وبلا ما تجبهي معاهم. اللي قالوا لك ديريها ديريها بلا ما تقولي لا. وانا مازال كنبكي ونوح، كنسمع في الباب كيتفتح، هما كانوا خارجين في حالهم. فاش طليت ما لقيت حتى واحد في الصاله. صافي قضاو الغرض على الجو، تنزهوا وفرحوا وضحكوا ومشاو في حالهم. مشيت انا كنجر رجليا غير بشويه بشويه حتى دخلت للدوشه، دوشت عليا وجيت تلاحيت، حيت ما عندي كيفاش ندير. حيت مشيت جربت البيبان، جربت باش نخرج، شفت الشراجم واش كاين شي واحد نازل باش نطلع منه، والو، كلشي مسدود. ومن غير هادشي كاين العساسة على برا، يعني مستحيل الهروب او تخرج من تما. صافي حصله وحصلتها. الغد وتقريبا في نفس الساعة رجعوا جو، نفس الوجوه ونفس الاشخاص ونفس العدد. بالحق هاد المرة زادوا معاهم جوج بنات، بنات، وبنات مغربيات، بنات بلادي حتى هما. ولكن اللي كان باين عليهم انهم جايين بخاطرهم، ما جايينش بزز منهم كيما جيت انا، حيت جايين مقادي الحالة ولابسين وباين من حوايجهم انهم غاليين. مع وصلوا بدا كيعيط ليا الشيخ، عاود كيعيط. ما بغيتش نجاوبه وما بغيتش نمشي عندهم، حيت عارفه شنو غيوقع لي. وواخا هكاك ما فلتش، حيت رسلوا لي دوك جوج بنات حتى لبيتي، لبسوني بزز عليا. بنات بلادي، لبسوني بزز عليا وخرجوني حتى لعندهم، والمغربي كيعاون فيهم. ونفس السيناريو عاودوه، بدا بيا الشيخ وكملوا عليا الجوج الاخرين، وفي الاخر عطاوني المغربي حتى هو دار حقه، حتى كيكملوا كاملين. والمشكل الكبير انهم قدام بعضياتهم، حتى واحد ما كيتخبى على الاخر، واحد كيقضي في الغرض ديالو والاخر كيتفرج فيه قدام بعضياتهم بلا حشمه. كيف قلت لكم كيبدا الشيخ هو الاول، كيعطيو الاولويه والاسبقيه، وهما كيستمتعوا هما كيتفرجوا فيه. كانت هذيك هي المتعه ديالهم، هما يتفرجوا في بعضياتهم. وشحال كان كيعجبهم الحال ملي كيشوفوني كنغوت، كيزيدوا يتمادوا في الفعله ديالهم، بحال اللي كان هذاك هو الغرض ديالهم الاساسي، هو نكون كنغوت وما كيخدوا في غراضهم. وانا كنبقى هكاك حتى كيكملوا، وعاد كيرميوني بحال الكلبه حاشاكم. ديك الساعه عاد كيمشيو في حالاتهم. تخيلوا معايا نفس النهار كتوقع لي نفس الحاجه، بربعه بيهم كيدوزوا عليا مره واحده. ووقت ما كانوا كيجيو كيجيبوا لي الحوايج نلبسهم، وانا كنقول لا، بالحق كيتحاماو عليا بزز مني حتى كيلبسوني. المهم داكشي اللي بغاو كيوصلوا ليه بجميع الطرق، ولا ضروري عليا نلبس دوك الحوايج، وضروري عليا نوقف قدامهم ونبقى نشطح ليهم او اللي يشطحوني بزز. وانا في كل مره كنت كنقصح راسي كنت كنجيبها غير في راسي، كناكل هلكه ديال العصا. حتى واحد فيهم ما كيشفق عليا او يرحمني. وماشي مره ماشي جوج كيجي عندي داك المغربي: بنت الناس سمع الهضره، راك غادي تجيبها غير في راسك. وانا راسي كنقاصح بحال الحجر، والو واش كنسمع الهضره. المهم بقيت هكاك تقريبا 6 شهور، نفس المعاناه، نفس القهره، نفس الفعايل اللي كيديروا كيعاودوهم. في هاد المده كامله تقريبا يوميا كيجيو، اما كيكونوا غير رجال اما كيجيبوا معاهم البنات، كيبقاو قصارين حتى الصباح. وانا بدوري خاصني نبقى معاهم وخاصني ندير داكشي اللي كيبغيو، او لا راه غادي نجيبها في راسي، غادي ناكل العصا من جديد.
ما تتخيلوش شي مناظر كيدوزو قدامي، هذا شاد هادي وهذا شاد هذا. كاينين جوج مع بعضياتهم، وبنات جوج مع بعضياتهم، وكاين اللي مدور به جوج بنات، هادي دير له من هنا وهادي دير له من هنا. شي حوايج شفتهم وعشتهم عمري شفتهم في حياتي، اولا تخيلت غادي نكون معاهم شي نهار. المهم شي فضيح وشي مسخ يستاهلوا عليه جهنم. ويا ريت الموضوع حبس غير هنا. يا ريت يحبس غير هنا، حيت كاين مكثر من هادشي، وغادي تصدموا فاش غنقولها لكم. حيت واحد النهار ومن بعد ما جا داك الشيخ وجاب معاه صحابو كيف العاده، داروا فيا ما بغاو كيف موالفين. كانوا 8 بيهم، دازوا لكل شي، ما خلاوش شي بلاصه ما دازوهاش، ما خلاوش شي طريق ما سرحوهاش. ديك الساعه هدر الشيخ وقال لداك المغربي: سرحمي واحد القطيب وقلبك ما يحنش، بغيت العافيه تكون شاعله فيه. هاد المغربيه كيبان لي راسها قاصح، واش فين ما كانت شي خانزه ديال الخلا غادي تقول للسياد هلا، خاصني نعلمها نربيها نوريها كلمه لا اش كتسوى. والمغربي بطبيعه الحال ما قصرش، الله يكثر خيره، دار داكشي اللي كان وجاب داك القطيب. طلب من السواعده اللي كانوا معاه يفسحوا لي رجلي، كل واحد شاد من جهه. تخيلوا فاسح لي رجلي وهو كيكوي فيا. راه بلا ما نوصف لكم الشعور ديالي، اكيد غادي تكونوا حسيتوا بيا، وغادي تعرفوا حجم المعاناه اللي عانيت داك النهار. كنغوت لربي اللي خلقني، والو ما كاينش اللي يرحمني ولا يحن فيا. وهو كيكوي فيا بداك القطيب مازال كيسولني: باقا تقولي لا؟ باقا تهزي صوتك وتقولي لا؟ وليت كنغوت بالعاده وكنطلب فيه وكنترجاه: اسمح لي الله يرحم الوالدين، اخر مره نقول لك لا، عمري نعاود. وهذه والتوبه. تحرقت وتشويت وتكويت، ولا شي واحد فيهم حن فيا. من بعد هرماني وقال لي: يلا سيري دابا، هادشي باش كتعني، ها هو فرحي به دابا، خودي عندك، ما بقيناش محتاجينه. واش كانوا غادي يبغيو فيه وهو كله سايل؟ راه الموت شفت هذاك النهار، غير ربي كتب لي عمر جديد وصافي. من بعد هاد الفعل اللي دارو هزوا حوايجهم ومشاو، وانا بقيت مرميه في داك الصالون، ما قادره لا نوض ولا نجلس. بقيت كنزحف هكاك حتى وصلت لبيت النعاس، بقيت ممدوده غير فوق الارض ونعس. جهدي ساله، وشويه الطاقه اللي كانت عندي صافي فنات. عمري ما تمنيت الموت تمنيت هذاك النهار. تخيلوا معايا وليت كنقلب حدايا على اي حاجه نشربها، غير ربي نجيني من هاد الحياه. واصلا ماشي حياه، انا وحده ميته، ميته غير عينيا اللي مفتوحين كيشوفوا. مع هاد الناس تعذبت في الدنيا قبل ما نمشي للاخره. عمري توقعت كاينين شي قلوب قاسيه كيف ما هادو، وعمري جات في بالي نعيش شي حاجه من هادشي. كان كيبان ليا داكشي اللي كان كيدير ليا با والمعيار اللي كانت كتعايرني امي هما اكثر حاجه عشتهم، ولكن داكشي طلع قدام هادشي رحمه من عند الله سبحانه. المهم بقيت هكاك كيف ما خلاوني، بقيت في بلاصتي ممدوده حتى الغد لي. وهاد المره جاو بكري، ما تسناوش حتى العشيه. جا غير داك الشيخ ومعاه واحد السيد اخر، ماشي داك المغربي اللي موالفه نشوف. مع دخلوا عندي البيت شافوني في ديك الحاله، داك السيد الاخر تخلع، قال له: راه حالتها خايبه، راه اكيد الا بقات لينا بحال هكا غادي تموت. وفعلا الحراره كانت طالعه عليا بزاف، كنت كنتشوى وسخفانه ما قادراش نهز الراس. وشنو غادي يقول لي هو، وشنو غادي يخسر عليه؟ تموت الا بغات تموت، هادوك غير قداره وحوتاله ديالنا، ما عندها فاش تفيدنا من بعد. طلب منه باش يهزني ويركبني في الطوموبيل، وداكشي فعلا اللي دار. ركبت في الطوموبيل وداوني لواحد الدار، وحنا غاديين داك السيد غادي وكيكب عليا في الماء غير باش نصحصح ونبقى فايقه. مع وصلنا دفعوني ودخلت لواحد البيت، ومباشره سدوا الباب ورايا وخرجوا. مع دخلت كيبانوا لي تقريبا 15 البنت كاينه، وهاد المره ما غاديش يحبسوني غير بوحدي. ومن الشوفات اللي شافوا فيا جاهم الامر بحال اللي عادي وبحال اللي موالفين هاد الحالات. مع جلست الارض جات عندي وحده فيهم، قالت لي: مالك يا اختي، ياك لاباس؟ واش جيتي برجليك ولا حتى انت ضحكوا عليك بحالنا؟ وفاش بداو كيهضروا فهمت باللي حتى هما تنصب عليهم كيف ما تنصب عليا، وحتى هما كانوا جايين غير يخدموا، حتى لقاو روسهم وسط هاد المجرمين اللي ما فيهم لا رحمه ولا شفقه. كيف قلت لكم الشومبر كان فيه 15 بنت كلهم في بيت واحد، كانوا داير لهم باياسات، باياس فوق باياس. واللي فهمت من هضرتهم وهما كيهضروا معايا يعني راه ولينا محبوسين وراهم مده وهما تما، وانا كنت اخر وحده التحقت بيهم. كل وحده كانت حكايتها في شكل، ولكن الحاجه اللي مشروكه بيناتنا
اننا كلنا جينا لنفس السبب، جينا باش نخدموا بدراعنا حتى لقينا روسنا في وكر ديال الدعاره. هكا، هذه هي السميه اللي تليق بيه. من بعد ما هاد الناس كيجيو بالبنات ويشبعوا منهم ورديو الشهوات ديالهم كيرميوهم بحال الكلاب. ومن فوق هادشي كله واخدين لينا الباسبورات ديالنا والوراق ديالنا، يعني ما عندنا حتى وسيله ولا شي ورقه اللي تخرجنا من تما. دوزت مع دوك البنات تقريبا 3 شهور، وكل مره كانت شي وحده كتعاند كيجيبوها عندنا. يعني ولينا فاهمين وعارفين باللي هاد الدار مختصه فقط البنات اللي كيقولوا لا، البنات اللي كيبغيو يجيبوها بحر كتافهم، ماشي جايين باش يبيعوا شرفهم. المهم بقينا هكاك. بالنسبه للماكله كيجيبوا لنا الشياطه ديالهم يرميوها لنا في شي طباصل ديال الحديد بحال الكلاب، وحنا كنبداو نجريو ملهوفين عليها. وهذا هو الهدف ديالهم، باغيين يكرهونا ويخوفونا بكل الطرق. حتى لواحد النهار اللي ربي جاب فيه الفرج، جا واحد السيد وفي يدو واحد البنت ضحيه بحالنا، مجرتله مسكينه وباينه عيشوها المر معاهم. السيد هو مدخل البنت عندنا كيرد البال باللي راني كنزحف على رجليا، ما قادرش نتحرك او حتى نوقف على رجليا. جا قرب ليا وكيشوف شنو اللي واقع ليا وعلاش كنتمشى هكاك. مع وصل عندي لقاني صافي علي نطيح، ولحمي كله ملتهب من كثرة الحريق اللي شديت اخر مره، وحيت ما داويتوش بدا بحال اللي كيعفن ليا. السيد من الشوفه ديالته باينه تخلع وخاف لا نموت ليهم تما. ديك الساعه خرج قدام الباب وسمعته كيهضر في التليفون. ما دازتش واحد نص ساعه ترجع دخل عندي، جرني من يديا وتكاني عليه وخرجني. قال لي شوف يا بنت الناس، انا غادي ندير فيك واحد الخير، انا غادي نجيب لك وراقك وغادي نوصلك حتى للمطار ونقطع لك. بالحق ما تجبديني، ما كتعرفيني ما كنعرفك، واياك ثم اياك تجبدي شي سميه من السميات اللي شفتي. وإلا سولك شي واحد قولي اي حاجه الا انك كنتي معانا او كنتي في الفيلا. راه واخا خرجتي من هنا ما يقولش لك بالك راك فلتي، راكي مازال محظيه. وهاد الناس ماشي ساهلين، غادي يتبعوك فين ما كنتي وغادي يجيبوا الاثار ديالك. انا مع سمعت المطار وغادي نرجع المغرب نسيت داكشي اللي وقع لي كامل، وليت باغا نمشي غير لبلادي. بغيت غير نتفك من الجحيم اللي انا عايشه فيه. وداكشي النيت اللي كان قبل ما نتحركوا داز خدا ليا شي دوايات وداني حتى لواحد البلاصه وبقيت كنتسناه تقريبا شي 3 سوايع وانا في الطوموبيل. صد عليا الطوموبيل ومشى، ومن رجع عاد فهمت بلي راه مشى جاب الباسبور والوراق ديالي باش يقطع ليا. مع وصلنا المطار جمعت وقفه، ما بغيتش نبين راني مريضه بزاف. بيني وبينكم كنت خايفه لا ندخل في السينوجيم ويعاودوا يصونيو ليهم ويرجعوني عندهم. حيت من حر داكشي اللي داز عليا وليت خايفه من جنابي، ما بقيتش كنثيق حتى في واحد. وفعلا مشيت للمطار وقطع ليا وهبطت للمغرب. مع دخلت المغرب بحال تقولوا بيبان الجنه تفتحوا ليا، اول مره في حياتي كنحس بديك الفرحه وانا في شده الالم. فرحانه 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 حيت رجعت لبلادي. ما صحيت من هاد الفرحه تدازت عليا تقريبا واحد ساعه ونص وانا غير جالسه كنخمم. ثم رجعت كنفكر في اللي غادي يوقع ليا من بعد، فين انا جايه وعند من جايه. مشى من بالي بالمره باللي جدي الوحيد اللي كان كيبغيني راه مشى عند الله، ووالديا اكيد ما غاديش يبغوني نرجع ليهم. وواخا هكاك صدمت على قلبي ومشيت. مشيت حيت ما كانش عندي حل اخر. السيد وانا داخله المغرب مد شي بركه ديال الفلوس وعطاها لي، ماشي شي حاجه كثيره ولاني حسيت بيه غير بغى يعاوني بها. شديت بها طاكسي ومشيت لدار امي حيت با ما كنتش نقدر نمشي عنده. وواخا كبرت ودازو سنين على الصغر ديالي باقا كنخاف منه وعمري ما نامن ليه ولا نثيق فيه. مع وصلت عند امي دقيت فتح لي خالي. داك خالي اللي كان وصلني لدار جدي في الاول فاش كنت صغيره. في الاول بحال اللي ما عرفنيش وعادي ما يعرفنيش، راه سنين ما تلاقينا. وانا كبرت بزاف على اخر مره شافني، وعاد زيد الحاله اللي رجعت فيها مكرفصه وباينه فيا معذبه بزاف. دخلني مسكين للدار وبقى كيسول فيا فين كنتي، فين هاد الغيبه كامله. ما بغيت نقول له والو، بقيت غير ساكته. ولاني هو بقى كيعاود لي قال لي في خبارك راه جدك ماتت. ما نكذبش عليكم ما حسيت بوالو فاش قالها ليا، بحال اللي قال لي راه قد ديال الجيران توفى. قلبي قصاح وقلبي جفر من داكشي اللي شفت من عندهم ومن داكشي اللي شفت في السعوديه. وحنا مازال كنهضروا خرجت امي لعندنا. فاش شافتني بقات مصدومه، بقيت غير حاله فمي وكنشوف فيها. ما عرفتش كيفاش غتكون ردة الفعل ديالها واش ممكن دير ليا هاد المره. ولكن الصدمه مني جات عندي كتجري وعنقاتني. ما فهمت والو. اش كدير
واش هادي امي نيت فعلا؟ واش هادي امي اللي سمحات فيا وانا صغيره؟ والصراحه احساس خايب حسيته. تخيلوا ان امك تحنى لك على رجلك وتبدا تبوس فيهم. عافاك بنتي سمحي لي، عافاك بنتي كنترجاك سمحي لي. هادي والتوبه. واللي فهمت من هادشي كله انها ندمات على داكشي اللي فات، وندمات حيت لاحتني وانا صغيره. وقد ما هي كانت كتعنق، انا كنت متجمده في بلاصتي، حيت ما حاسه معاها بوالو. الغريب ونقدر نحس معاه، ولكن هي بحال اللي ما كتربطني بها حتى علاقه. قلبي قصاح وبزاف البنات، وزاد قصاح كثر مني وهي جالسه معايا كيخرجوا جوج وليدات صغار، وكانوا هادوك وليداتها. امي تزوجات وولدات، وانا ما عارفانيش فين عايشه، ما عارفاش اش داز عليا. زدت ديك الساعه كفرت، يا ربي اسمح ليا. ما بقيتش حامله فيها الشعره، ولكن ما عنديش شي حل اخر. كان خاصني ضروري فين نبقى وفين نبات، على الاقل غير حتى نبرا ونشوف اش ندير من بعد. في واحد اللحظه ما حسيتش براسي، سولتها وفين هذاك الراجل اللي كيقولوا عليه با؟ ولا غيكون تا هو تزوج ولاد؟ قالت لي لا بنتي، باك هادي شي عامين باش دار واحد الكسيده وتشلل من رجلي، ما بقاش كيقدر ينوض، وحتى الهضره ولات عنده ثقيله. خسرت عليها كلمه واحده، سرو. بغيت له كتر من داك الشي. فسمعتني هدرت هكا بقات غير كتشوف، حيت فعلا تبدلت عليها. ماشي انا البنت ديال 9 سنين اللي رماوني وخلوني في الزنقه. وهالشي زاد خلاها ترغب وتطلب غير باش نسمح ليها. ولاني لدابا عمري قلتها ليها، وعمري قلت لها الله يسامح امي. الحاجه الوحيده اللي خلاتني نجي عندها اني ما كانش عندي فين نمشي، وكان خاصني فين نبات وفين نكون راسي. ودابا وانا كنهضر معاكم داز على هذا الموضوع 3 سنين، باقا ما نسيتش كاع داكشي اللي وقع ليا من الصغر ديالي حتى الموضوع السفر والسعوديه. كنحس بحياتي دمرات، ما بقات ليها حتى قيمه. والنيس باقا عند دار امي، حيت لحد الان باقا ما قادرش نخرج للشارع ولا نواجه الناس او لا يعرفوا عليا شي حاجه. واخا ما كان عندي تا ذنب في هادشي اللي وقع ليا كله، ولكن كنحس بالذنب. كنحس بالذنب، حيت كنقول مع بالي كون غير قلت لديك ابليسه اللي داتني نهار الاول عند دوك الناس لا ما نمشيش، لا ما موافقاش، كانت ما غتكونش حياتي هي هادي. وما كنتش غادي نحني الراس ونجي دابا عند امي اللي جرات عليا في صغري، وهما السبب الرئيسي في هادشي كله. ولدابا ما عارفاش كيفاش غتكون حياتي اللي جايه من بعد، واش نقدر ننسى شي نهار او لا ما ننساش، ونبقى مريضه بهادشي اللي وقع لي. امي ماشي مره ماشي جوج كتسولني واش تمشي عند باك تشوفي، كنقول لها لا، كلمه واحده ما كنعاوداش ليها، لا ما بغيتوش وما كنعرفوش. وما مسوقاش ليه يموت حتى الموت ما غاديش نمشي ندفنو. نقدر نكون غلطه، ويقدر يكون انا اللي معايا الصح، ولاني ما بقى كيهمني حتى حاجه من هادشي كله. قلبي عمر وشفر، وما قادرش يزيد شي حاجه اكثر. وما كنظنش غادي يجي شي نهار ونسمح ليهم، سوا امي سوا با. واخا امي انا معاها دابا، ولاني ما كنظنش غادي نسمح ليها من قلبي شي نهار. ونسيت ما قلتش لكم، في هاد العامين اللي انا مع امي واحد النهار جا في بالي وسولتها، قلت لها بغيت غير نعرف دابا انت تزوجتي وولدتي، علاش با كان كيقول لك شحال هذا راك خنتي؟ بيني وبينكم دخلني الشك واش بصح كانت هضرت با صحيحه ولا لا. ولكن اللي اكدت لي اني فعلا بنتها، وفعلا بنت با حتى هو. المشكل اللي كان واقع ان با كان وقع له شي مشكل وخلاه ما يعاودش يولد من جديد، وهو كان عارف هذا الشيء ومخبيه. وباش امي ما تردش البال كان ديما كيخلق الاسباب باش يبين راه هو الراجل وراه هي اللي فيها المشكل. وهذا الشيء اللي زاد كرهني فيه كثر وكثر. كيفاش هذا الشيء كامل غير تمثيل؟ وهذا الشيء كامل اللي دوزتي عليا كان كله تمثيل. فين قلب الاب اللي كيقولوا حنين على ولادو؟ ما راعيتيش ليا انا باش تغطي على المرض ديالك، درتيني انا سبه. ما نكذبش عليكم، كارهه وكارهه حتى امي جالسه معاها بزز مني. وكنظن هاد الكره عمره يزول شي نهار، وحتى قلبي عمره يصفى من جهتهم. وهذه كانت قصه هدى اللي ما لقاتها حتى من جهه زوينه. هدى اللي في نظري ما دارت لا بيديها لا برجليها حتى دخلت لها الدوامه. هدى اللي ما رحموهاش اقرب الناس ليها، وكيفاش غادي يرحمها البراني؟ ومع ذلك كنقول يا عافا الله عما سلف اختي هدى. مهما كان الحال كيبقاو دوك الجوج والديك، هاديك امك وهاديك باك. هما فعلا غلطوا في حقك وغلطوا بزاف، ولكن هادشي ما كيعنيش ان المسامح كريم. ربي اللي هو شأنه عظيم كيسامح، خاصنا حتى حنا نسامحو. حيت كنظن الا سامحتي انتي غادي تبداي تبراي وغادي تحسي بالراحه، وكنظن غادي تشافي. وبالنسبه لداكشي اللي وقع لك، ربي معاك اختي، الله يكون في عوانك. اللي داز عليك ماشي قليل، اي حاجه قلتيها غادي نعذرك فيها.
النصيحة اللي نقدر نقولها لجميع البنات، ردوا البال، عافاكم ردوا البال وخذوا من هاد القصة ديال هدى عبرة ليكم. أنا ما كنعممش وما كنقولش كاع الناس خايبين وكاع البلدان خايبين، ولكن اللي بغى يمشي لشي بلاصة يتأكد فين غادي ويتأكد فين غادي يحط رجليه، حيت فعلا الوقت صعابس وحتى حاجة ما بقات كتعجب. ولهنا كتكون قصتي وقصة هدى سالات. نتلاقاو إن شاء الله في قصة جديدة وشخصية جديدة وعبارة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.